بيبدأ الفيلم بشاب اسمه توبي وهو قاعد وماسك التليفون بتاعه، فبيجي أبوه بينادي عليه وبيطلب منه يجي يساعده في تصليح حاجة في العربية. فبيقول له توبي إن هو مشغول في حاجة دلوقتي ولما يخلص هيجي يساعده. وبنعرف إن توبي كان قريب جدا من أبوه زمان، لكن من فترة قريبة بدأ يبعد عن باباه. وبيخرج أبوه يصلح العربية، وفجأة وهو واقف بره لوحده بيجي 2 حرامية بيهجموا عليه وبيطعنوه وبياخدوا منه العربية وبيهربوا. وفي نفس اللحظة دي بيكون توبي ماسك تليفونه جوه وبيسمع صوت خبط بره، فبيطلع يشوف ايه المشكلة. وهنا بيتفاجئ توبي بابوه على الأرض وبيكون مقتول وسايح في دمه. وبيتصدم توبي صدمة كبيرة جدا وبيلوم نفسه وبيندم وبيدخل في حالة اكتئاب شديدة. وما بيكونش توبي عارف يتخطى اللي حصل ده، وحالته النفسية بتبدأ تسوء كل يوم عن التاني. وعلشان كده بينضم توبي لجلسات جماعية للتأهيل النفسي على أمل إن حالته تتحسن. وبتكون رئيسة المجموعة دي واللي بتشرف على علاجهم واحدة اسمها كاي، وبتقول لتوبي وكل الشباب اللي في الجلسة إنهم جربوا أنواع علاج كتير ودلوقتي هيجربوا نوع مختلف شوية. والعلاج هيكون عبارة عن إن كل واحد فيهم هيتبعت يعيش على جزيرة مهجورة لوحده لمدة 3 أيام. والتجربة دي هتساعدهم كلهم في اعتمادهم على نفسهم في المقام الأول، وبرضه هتساعدهم إن هم يسترخوا ويريحوا نفسيتهم وسط الطبيعة. وبتقول لهم إن كل واحد فيهم هياخد أكل وشرب يكفيه الكام يوم دول، وكمان هياخد خيمة معاه وشوية مستلزمات. وبتسيبهم كاي يرتاحوا. ولما بيجي تاني يوم بتبدأ كاي توصل كل واحد فيهم لجزيرة معينة، وبتروح كاي توصل توبي للجزيرة اللي هيقعد فيها، وبتقوله يقابلها على الشط ده وقت الفجر بعد 3 أيام بالظبط. وبتنصحه يستمتع بالحياة والجزيرة ال3 أيام دول علشان عمره ما هيجرب رحلة ولا مغامرة بالشكل ده مرة تانية في حياته. وبتمشي كاي، ولما بتمشي بيبدأ توبي ينصب الخيمة بتاعته وبيسيب الأكل والشرب على الأرض، وبيبدأ يجمع حطب علشان يولع نار. لكن المفاجأة لما بيرجع للخيمة بتاعته بيلاقي فيه قرد عمال ياكل في الأكل بتاعه. فبيجري توبي عليه وبيبعده بسرعة عن الأكل، وبيتفاجئ إن القرد ده خلص كل الأكل بتاعه ومش عارف هياكل ايه في ال3 أيام الجايين. فبيتضايق توبي جدا وما بيبقاش عارف هيعمل ايه، وبيقرر انه يولع نار ويقعد جنب خيمته وباقي حاجته. فبيحاول يولع نار بالحجارة ولكن محاولته بتفشل تماما. فبيفهم ان الحياة في الجزيرة هتكون حياة صعبة مش زي ما كان متخيل. وبعدها بيروح يدور على اي حاجة يقدر يستخدمها، واثناء ما هو بيدور بيتجرح في رجليه لكن ما بيهتمش، وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي أداة قديمة وبيكون فيها عدسة بتجمع ضوء الشمس. فبيستخدم الأداة دي وبيجمع ضوء الشمس على الحطب وبيقدر يولع النار. وبيجي الليل وبيكون توبي جعان جدا ومعهوش حاجة ياكلها، فبياخد الكشاف بتاعه وبيطلع يدور على حاجة ياكلها وبيقدر يلاقي جوز هند في الغابة. ولكن فجأة بيسمع صوت خطوات حواليه وبيتلفت حواليه يشوف مصدر الصوت ده ايه، وبيتفاجئ قدامه في حد لابس قناع مرعب وبيراقبه. فبيخاف جدا وبيطلع يجري وبيرجع للخيمة بتاعته، ومن كتر الخوف والجوع بيغمى عليه. ولما بيجي تاني يوم وبيفوق توبي بيلاقي جوز الهند موجود جنبه ومفتوح كمان، فبيفرح جدا وبيبدأ يشرب منها. ولكن بعدها بيسأل نفسه مين اللي فتح جوز الهند ده. ولما بيبص حواليه بيلاقي بنت جميلة اسمها مادلين موجودة في البحر، فبيعجب بيها من أول نظرة. ولما بيلاقيها ماشية بيروح وراها وبيشوفها وهي بتصطاد حيوان بري، وهي بتكون عارفة ان هو بيراقبها في الوقت ده. فبيقرب منها وبيسألها لو كانت عايشة في الجزيرة دي أو جاية من مدينة قريبة، لأن هو جعان جدا وعاوز ياكل. فبتعرض عليه ان هو يجي ياكل معاها الحيوان اللي اصطادته، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض فعلا. وبيفضل توبي يعرفها بنفسه، بيعرفها عن سبب وجوده في الجزيرة، لكن هي بتكون ساكتة وما بتتكلمش. ولما بتخلص أكل بتقوم تمشي، فبيروح وراها وبيسأل هيرجع خيمته ولا يفضل في المكان ده ولا يعمل ايه. فبتقوله ما يفضلش في المكان ده علشان هيبقى فيه خطر على حياته، وبتنصحه يرجع لخيمته ويولع نار. وبيفضل جنب النار علشان فيه تعابين سامة كتير على الجزيرة، ولكن طول ما هو جنب النار هيفضل في أمان. وبتكون خلاص هتمشي، ولكنه بيقول لها ان هي ما اتكلمتش معاه عن نفسها ولا حتى يعرف اسمها. فبتقوله ان اسمها مادلين وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيرجع عند خيمته وبيولع نار وبيفضل جنبها لحد ما بيروح في النوم، لكن بيحلم بكابوس وبيقوم من النوم مفزوع وما بيقدرش ينام تاني. وبتكون النور اللي هو ولعها انطفت، فبيقوم يولع النار تاني علشان التعابين. وفجأة وهو بيولع النار بيسمع صوت خطوات حواليه، فبيروح يشوف ايه مصدر الصوت ده، لكن ما بيلاقيش اي حاجة، ولكن بيكون حاسس ان في حد بيراقبه. ولما بيجي تاني يوم وبيصحى توبي بيلاقي مادلين بتحضر له الفطار، فبيفرح جدا وبيقوم يقعد معاها. وبتشوف الجرح اللي في رجله، فبتقوله ان هي هتعالج له الجرح ده لكن بعد ما ياكلوا الاول. فبيشكرها وبيبداوا ياكلوا سوا، وبعد ما بيخلصوا اكل بيتمشوا مع بعض في الجزيره. وبيسالها توبي هي عايشه في الجزيره من امتى وعايشه لوحدها ليه. فبتقوله ان هي عايشه في الجزيره دي من وهي صغيره، وما كانتش لوحدها لكن كانت عايشه مع ابوها وامها، بس ابوها مات وحاليا هي عايشه مع امها بس. وبتاخده مادلين عند شجره معينه وبتقوله ان الماده اللي في الشجره دي زي المخدر، وبتستخدم الماده دي وبتعالج بيها رجله وبتخليه ما يحسش باي الم. وبعدها بيبدا هو يعلمها ازاي
ازاي تنصب خيمة بشكل كويس، وهي كمان بتعلمه ازاي يصطاد سمك من البحر، وبيقضوا كل اليوم سوا وبيستمتعوا جدا مع بعض. ولما بيجي الليل بتقوله مادلين ان هي لازم تمشي، فبيكون هيروح وراها بس هي بتمنعه وبتقوله ان امها صيادة ماهرة جدا ولو شافته هتخلص عليه. فبيتصدم توبي وبيسألها هي ليه بتقوله كده، فبتقوله ان هو احسن ما يجيش وراها وخلاص، وان هي هتجيله الصبح تقابله. لكن هو بيقولها ان هو مش هيبقى موجود على الجزيرة الصبح علشان كاي رئيسة المجموعة بتاعته هتيجي تاخده من على الشط. فبتتعصب مادلين عليه علشان كان هيمشي من غير ما يقولها، وبتسيبه وبتمشي وهي متضايقة. وبيجي وقت الفجر وبتوصل كاي للجزيرة، وبتستغرب ان توبي مش موجودة على الشط زي ما اتفقوا. فبتفضل مستنية شوية على الشط، لكن بيتأخر الوقت فبتقلق عليه وبتدخل تدور عليه في الغابة وهي معاها كشاف، ولكن بتتخبط في حجر وبتقع على الأرض والكشاف بيقع منها. وبتبدأ تسمع صوت خطوات حواليها، وبتلاقي حد مسك الكشاف بتاعها ومنور في وشها. فبتفتكر ان توبي بيعمل فيها مقلب وبتفضل تزعق فيه، وبتقوله ان هي ما عندهاش وقت للكلام ده لانهم لازم يمشوا دلوقتي. ولكن بتلاقي الشخص اللي ماسك الكشاف ده ساب الكشاف على الأرض، فبتروح تاخد الكشاف بتاعها وهي متضايقة ولسه فاكرة ان الشخص ده توبي. لكن فجأة حد بيهجم عليها وبنسمع صوت صراخها وبنفهم ان هي اتقتلت. ولما بيجي تاني يوم بنشوف توبي هو لسه صاحي، وبيكتشف انه راحت عليه نومة، فبيتضايق وبيقوم بسرعة يروح عند الشط، لكن طبعا ما بيلاقيش حد. وفجأة وهو واقف عند الشط بيلاقي حاجات عايمة على وش المية، فبيروح يشوف مصدر الحاجات دي وبيلاقي المركب بتاعت كاي غرقانة في المية. فبيتصدم توبي، لكن صدمته الأكبر لما بيشوف ست ما يعرفهاش خارجة من المركب، وبيكون شكلها مريب شوية ومعاها حاجات كتير خدتها من المركب، وبتمشي في اتجاه الغابة. فبيستنتج ان هي دي الصيادة ام مادلين واللي مادلين قالت له عليها. وبعد ما بيتأكد ان هي مشت بيروح ناحية المركب يدور على كاي، ولكنه بيتفاجئ بجثة كاي قدامه، فبيخاف وبيطلع يجري من المكان بسرعة. وبعدها بيقعد توبي لوحده وما بيكونش عارف يعمل ايه ولا عارف هيخرج ازاي من الجزيرة دي. فبيقرر يدور على مادلين علشان يحذرها من امها، وبيروح يمشي من الطريق اللي هي دايما بتمشي منه، وبيلاقي كهف في المكان ده. فبيدخل الكهف ده يدور عليها ولكن ما بيلاقيهاش هناك، وبيلاقي شعائر ورسومات غريبة على حيطان الكهف وما بيكونش فاهم منها اي حاجة. فبيخرج من الكهف على طول وبيشوف ام مادلين قدامه وبتكون بتصطاد حيوان بري، فبيستخبي منها وبيهرب من المكان بسرعة قبل ما هي تشوفه. وبيروح لبيت ام مادلين يدور على اي حاجة تساعده، لكنه بيتفاجئ برجوع مادلين وامها للبيت فبيستخبى بسرعة. وبيسمع ام مادلين وهي بتتخانق مع بنتها وبتقول لها ان هي قالت لها 100 مرة لو لقيتي اي حد غريب على الجزيرة لازم تبلغيني فورا وما تقربيش منه. واول ما ام مادلين بتنشغل في حاجة بيطلع توبي من مخبأه وبيتكلم مع مادلين، فبتقول له مادلين يهرب بسرعة ويروح للشط قبل ما امها تشوفه وهي هتبقى تيجي تقابله. فبيروح توبي للشط وبيفضل يعمل كذا فخ احتياطي علشان لو ام مادلين حاولت تقتله. وبيجي الليل وبتروح مادلين لتوبي وبتقول له ان هي فرحانة جدا علشان ما مشيش وسابها. فبيوضح لها توبي ان المشرفة بتاعته جات امبارح تاخده من الجزيرة، لكن هو راحت عليه نومة. ولما صحي تاني يوم لقى جثة المشرفة بتاعته وشاف امها وهي خارجة من المركب، واستنتج ساعتها ان امها هي اللي قتلتها. فبتعيط مادلين وبتحكي له ان هي كانت عايشة مع ابوها زمان وكانت بتحب ابوها جدا، وفي يوم صحيت من النوم ولقت ابوها مقتول. وامها انكرت ان هي تعرف اي حاجة عن الموضوع ده، لكن هي متأكدة ان امها هي اللي قتلت ابوها، ولكن هي بتخاف من امها ومش حاسة بالامان معاها. فبيقول لها توبي ان اكيد في ناس بتدور عليه دلوقتي وهيجوا الجزيرة علشان ينقذوه، وان هو هياخدها معاه ومش هيسيبها مع امها مهما حصل. فبتوافق مادلين وبتعجبها الفكرة، وبتقول له ان هي هتمشي دلوقتي وهتيجي تقابله بكرة، وبتطلب منه ما يمشيش من الجزيرة من غير ما يقول لها. فبيوعدها ان هو هيعمل كده. وتاني يوم بيصحى توبي على صوت طيارة قريبة من الجزيرة، فبيفضل ينادي بصوت عالي لكن الطيار ما بيسمعهوش وبيمشي. فبيروح يدور على اي حاجة في الجزيرة وبيقدر يلاقي منارة قديمة، فبيروح للمنارة دي وبيحاول يشغل الكشاف اللي فيها علشان اي مركب قريبة تشوفه، لكن المنارة بتكون ما بتشتغلش ومحتاجة بنزين علشان تشتغل. فتوبي بيفقد الامل فيها وبيمشي من عندها. واثناء ما هو بيتمشى في الغابة بيتفاجئ بصاحبه كاميرون واللي كان معاه في المجموعة العلاجية. فبيسأله توبي هو بيعمل ايه هنا، فبيقول له كاميرون ان هو كان موجود على جزيرة قريبة من الجزيرة دي وفضل مستني كاي مدة كبيرة، لكن للأسف هي ما جاتش. فاستخدم مركب لقاها في الجزيرة عنده وجابها للجزيرة دي. فبيهديه توبي وبيقعد معاه وبيحضر له أكل وبيبدأ يحكي له على كل حاجة. فبيقترح كاميرون عليه ان هم يهربوا من الجزيرة دي ويرجعوا للجزيرة اللي هو كان فيها، لكن توبي بيرفض وبيقول له ان هو مش هيتخلى عن مادلين مهما حصل. وبيتضايق توبي منه وبيسيبه وبيمشي وبيروح يدور على مادلين علشان ما جاتش زارته زي ما قالت. فبيروح لها البيت يدور عليها، لكن المفاجأة ان ام مادلين بتشوفه فبيهرب منها بسرعة وهي بتفضل تطارده، وبيستدرجها الفخ من الفخاخ اللي هو عملها ووقعها في الفخ فعلا، وبيدخل غصن شجرة في بطنها وبتكون خلاص هتموت. ولكن قبل ما بتموت بيروح توبي يسألها عن سبب قتلها لكاي وابو مادلين، فبتقول له ان هو فاهم غلط لان مش هي اللي قتلتهم ولكن مادلين هي اللي قتلتهم. وبتبدأ
وبتبدأ تحكي له ان هي كانت عايشة في الجزيرة دي مع جوزها ومادلين في سعادة، وكان معاهم سكان الجزيرة الأصليين، لكن سكان الجزيرة دول كانوا بيعملوا شعائر شيطانية. وفي مرة وهما بيحضروا أرواح دخلت روح شيطانية جوا مادلين وحولتها الروح الشريرة دي لشيطان، ووقتها مادلين موتت أبوها وموتت كل سكان الجزيرة. وقبل ما تموت أم مادلين بتدي لتوبي مادة معينة وبتقوله يستخدم المادة دي في السيطرة على مادلين لو اتحولت لوحش، وبتقوله لو معرفش يستخدم المادة دي يستخدم أي ضوء قوي لأن الوحش اللي جواها بيتأذي من الضوء، وبتطلب منه ما يسمحش لمادلين تخرج من الجزيرة تحت أي ظرف علشان ما تقتلش ناس تانيين. وبعدها بتموت أم مادلين. وفي نفس الوقت ده بيكون كاميرون قاعد لوحده في الخيمة وبيكون مستني توبي يرجع، لكن مادلين بتستدرجه لبعيد وهي في هيئة الوحش وبتخلص عليه. وبعدها بيرجع توبي للخيمة ولكن ما بيلاقيش كاميرون هناك، وبيتفاجئ ان مادلين جاية ناحيته وبتكون متحولة لوحش وعينيها منورة في الضلمة، لكن لما بتقرب منه بيكون شكلها طبيعي وبتبقى شايلة جثة أمها وبتسأله عن اللي حصل، فبيقول لها ان هو اللي قتل أمها علشانها وعلشان يحميها منها. فبتفرح مادلين جدا وبتحضنه وبتقوله انهم اخيرا هيقدروا يمشوا سوا من الجزيرة. وبتقرب مادلين منه لكن هو بيكون خايف منها وبيبقى عاوز يمسك المادة اللي أمها اديتها له علشان يسيطر عليها، وهي بتقدر تفهم كده فبتتحول لوحش فجأة وبتهجم عليه، فبيفضل يضربها وهو ماسك المادة دي لحد ما بيغمى عليها، فبيسيبها وبيجري بسرعة على بيتها علشان كان شايف بنزين عندهم لما كان مستخبي هناك، فبياخد البنزين ده وبيروح بيه للمنارة وبيستخدم البنزين وبيخلي كشاف المنارة ينور. وفي الوقت اللي بيكون توبي مستني فيه أي مركب أو سفينة تشوف نور المنارة بتكون مادلين فاقت وبتروح لتوبي عند المنارة وبتكون في هيئة الوحش في الوقت ده وبتفضل تخنقه وبتكون خلاص هتقتله، لكن توبي بيمسك جزء من مراية مكسورة وبيعكس ضوء المنارة في وش مادلين وبيبعدها عنه، وبيستخدم توبي البنزين اللي معاه في انه يولع في المنارة وهي جواها وبيكون هيمشي من المنارة، ولكن بتحاول مادلين ان هي تستعطفه وتلعب بمشاعره علشان ينقذها، وبالفعل بيتأثر بيها وبيكون هينقذها خلاص، ولكن بعدها بيستعيد تركيزه تاني وبيفهم ان هو لو حررها هتموته، فبيمشي من المنارة وبيسيبها جوه وبيكون زعلان عليها علشان هو وقع في حبها فعلا، وبيروح ناحية الشط وبيلاقي مركب قريبة من الجزيرة فبينزل يعوم علشان يوصل للمركب، وبيقرب للمركب جدا وقبل ما يوصل بتظهر مادلين وبتسحبه، وبعدها بنشوفها وهي راكبة على المركب وماشية من الجزيرة، وده بعد ما خلصت على توبي وفي طريقها لمكان جديد. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.